السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الرحمن الرحيم رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. ما معنى هذا الكلام؟ مفاد هذا الحديث أن الله عز وجل يرد صلاة امرأة بالغة بدون خمار، بدون تغطية رأسها وعنقها. والمرأة التي تصلي بدون تغطية الرأس إلى العنق فإن صلاة هذه المرأة غير مقبولة عند الله عز وجل وهي باطلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.